إذا رأيت الله يؤنسك بذكره فقد أحبك، وكيف لو أحبك؟ أكثر من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سيدنا يونس لولا إن هو كان بيسبح ربنا سبحانه وتعالى كتير كان زمانه في بطن الحوت إلى يوم القيامة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أنا عايز أقول لك لسانك لا يفتر عن ذكر الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال. عاوزين الذكر يطلع من قلوب المؤمنة، من قلوب خاشعة منكسرة. أكثر شيء يخليك أنت تستشعر الذكر الانكسار. فنسأل الله أن يعيننا على الذكر آمين. والشكر وحسن العبادة. أسهل طريقة للوصول إلى الله هو إن ربنا اللي يوصلك. نحتاج لأن نستوعب مركزية الذكر في الإسلام. الذكر مش حاجة هامشية. ما دمت ذاكرا لله سبحانه وتعالى فالله معك. القرآن هيهديك حتى يجعل قلبك قلبا ملائكيا لا يستطيع المعصية. القرآن ليه أثر على تغيير مفاهيمك. أيوه. في القرآن ممكن أنت بتقرأ مش حاسس بأي أثر، لكن القرآن بيعمل عمل في قلبك، بيشيل الإران، الصدى اللي على القلب ده، الذنوب، الطبقات، هو بيشيل وأنت مش حاسس. فلن تستطيع أن تجد لقلبك صلاحا أعظم مما تجده في القرآن. وأهل الله هم أهل القرآن. من أراد أن يستقيم على طريق الله عز وجل فلا بد أن يكون له علاقة مباشرة بكتاب الله عز وجل. يا صباح الخير. متضايقة شوية لأنه درسي دلوقتي بقى بيوجعني شوية، مش قوي، بس بوادر ربنا يستر. قبل رمضان كنت خلع درس العقل، والمفروض ان انا كنت هصلح الدرس اللي قبله. وقفت لانه قلت هيبقى صيام وألم فالاتنين مع بعض صعب، ونسيت تماما اصلا انه درسي بقى بيوجعني وكده. يعني من رحمة ربنا عليا انه هو موجعنيش طول شهر رمضان لدرجة ان انا نسيته اصلا، بس النهاردة بدأ يفكر تاني. الله مستعان، غالبا كده هرجع أبدأ في رحلة علاج أسناني مرة تانية. ممكن النهاردة إن شاء الله أحجز سرب منساش، وأبقى أشوف موضوع الدرس ده هيرسي على ايه. والله مستعان.
ايه الطعابة والحلاوة دي؟ اقسم بالله ايه الاكل ده يا جماعة؟ وحد يجاوب ده ايه ده؟ دي زبدة؟ لا مش زبدة، لا اقسم بالله مش زبدة، عشان اكلت الزبدة في اعدادي فاكر طعمها كويس. بما انه دلوقتي بدأت فقرة القراءة، وانا حاليا بقرأ في كتاب ممتلئ بالفراغ لدكتور عماد رشاد. الكتاب بيتكلم عن الادمان ايا كان نوعه. فالفكرة بكل بساطة، انا لما جيت قرأت في الكتاب قرأت لغاية صفحة 42. انا لسه في البداية. انتوا متخيلين يعني ايه 42 صفحة؟ المفروض الكتاب كله تقريبا ما يعادل 400 صفحة بالفهرس طبعا. اكتر حاجة انا متحمسة عليها ونفسي اوصلها قوي، واللي هو انا عايزة اقرأ الكتاب بسرعة جدا، علشان في نهاية الكتاب بيبقى فيه حاجات بتبقى زي اسئلة، والمفروض ان احنا بنجاوب على الحاجات دي. فالكتاب كله تقريبا كده اخره، يعني في عدة صفحات في اخر الكتاب عبارة عن اسئلة واجوبة، فالموضوع حلو قوي. انا بحب الكتب اللي بتبقى من النوعية دي. فانتوا متخيلين يعني ايه يكون كتاب عن التعافي عبارة عن 400 صفحة؟ المفروض ان انا اخلصه بسرعة عشان اوصل للجزئية الاخيرة في الكتاب. فبصراحة متحمسة قوي. المشكلة ان نوعية الكتب اللي بتبقى من النوع ده مش بتخلص بسرعة، ده بالنسبة ليا يعني. الكتب اللي زي كده ابدا مش بتخلص بسرعة. يعني لو رواية هنقول اوكي لا بأس، لكن الكتب اللي بتبقى فيها تفاصيل كتير وبنبقى محتاجين ان احنا نتأمل كل سطر موجود في الكتاب علشان ناخد اكبر افادة من الكتاب، فبحس ان الموضوع لا بياخد وقت كبير قوي. ولكن لأول مرة اكون بقرأ كتاب زي كده واكون متحمسة قوي عليه، والله المستعان ان شاء الله اقدر اخلصه بسرعة. فهحاول علشان اخلصه بسرعة ان انا ادخل الكتاب جوه تحدي واخلصه. فلو عملت التحدي ده ممكن اشاركهم معاكم، مش عارفة بصراحة، وممكن اعمله بيني وبين نفسي بحيث ان انا اخلص الكتاب بس. اهلا بيكم كمان مرة. خليني اقول لكم ان انا دلوقتي المفروض ان انا هبدأ في اني امنتج فيديو. كنت مترددة جدا في انه ارفعه اصلا ولا لأ، ودي خطوة بتحصل معايا كتير جدا في كتير من الفيديوهات، انه بعد ما بصور الفيديو وامنتجه كمونتاج اولي ممكن ما يعجبنيش واحذفه. واوقات اللي هو لو انا تعبت وبذلت مجهود في تصويره وكذلك مونتاجه، فطب ما نرفعه ايا كان وضعه. يعني الهدف من رفع الفيديو هي الفايدة اللي هتبقى من وراه اكتر من جودة تصويره. عذرا يا جماعة، بس انا بالنسبة ليا المحتوى اهم. عارفة ان التصوير بيبقى مفيد جدا، بس المتاح هنعمل ايه؟ هنأجل؟ اكيد لا. المهم بالنسبة للفيديو اللي انا بمنتجه دلوقتي هو تجربتي في كوني اقدم لجامعة للمرة التانية، وكذلك بكلمكم عن انه ليه سحبت الملف وما كملتش رحلتي. فالفكرة بكل بساطة الفيديو غالبا هيكون نزل قبل ده، فهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. ولو اقول لكم انه قد ايه حياتي الفترة دي عبارة عن تصوير ومونتاج تصوير ومونتاج، اللي هو حتى فكرة اني اجهز افكار حاسة ان الموضوع بيضغطني شويتين، بس اوكي بنحاول نجاهد علشان ارضائكم. اتمنى انكم تكونوا مبسوطين، تكونوا سعداء معنا، تكتبولي كومنتات تحت تقولولي انكم مبسوطين. يعني والله مش عارفة اقول لكم ايه. المهم بعد ما خلصت خطوة المونتاج فكذلك بيكون عندي فيديوهات جاهزة مفروض ان انا ارفعها. فانا هعمل كده دلوقتي، بحاول اني اكون قادرة اواكب وانه ابقى شغالة بشكل مستمر. فادعولي اقدر اكون كده على طول، والله المستعان. المهم خليني اقول انه فعلا اليوم النهاردة شويتين عشوائي، ولكن في الاول وفي الاخر ما هي الا محاولات، والواحد بيحاول يسعى قدر ما استطاع. فاكتبولي تحت في الكومنتات ايه رأيكم في فيديو النهاردة، وخليني اقول لكم انه بكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، كونوا بخير والى اللقاء.